صيني يشكر الأمن المصري بعد وقوعه ضحية عملية نصب كبيرة. إيه القصة؟ الشاب اللي قدامكم في الصورة ده اسمه مصطفى من ضمن الشباب الصيني المقيم في مصر، وشغله عبارة عن توريد منتجات صينية للشباب المصري. قبل 3 سنين من دلوقتي حمادة المنياوي شاب مصري بيقرر إن هو يطلب بضاعة من الشاب مصطفى الصيني، وفعلا مصطفى بيجيب له البضاعة. تخيلوا إن البضاعة دي وقتها سعرها وصل ل 40,000 دولار. المفروض إن مصطفى كان واخد وعدة من الشاب المصري انه هيديله الفلوس بتاعته اول ما يبيع البضاعه، لكن يوم ورا التاني وسنه ورا التانيه لحد ما عدى 3 سنين ومصطفى وصل لباب مسدود ان هو ياخد فلوسه من الشاب المصري اللي هو حماده المنياوي. فمصطفى قرر ان هو يلجأ للاستغاثه، وبالفعل صور فيديو وحكى كل اللي حصل فيه بالتفصيل، وقدم شكوى من خلال الفيديو لوزاره الداخليه المصريه. عشان تيجي المفاجاه، الفيديو بيطلع ترند ووزاره الداخليه المصريه بتتحرك وبالفعل بتقبض على حماده المنياوي، وبعدها مصطفى بيطلع يشكر الداخليه المصريه انهم اتحركوا وقبضوا على حماده المنياوي، وبيقول ان هو يامل ان الايام اللي جايه ياخد ال 40,000 دولار بتوعه.